السلام عليكم. اهلا بكم في وصفة جديدة وفيديو جديد. ان شاء الله النهاردة هنشارك مع بعض طريقة عمل الهريسة الاسكندراني بطريقة سهلة جدا وبسيطة، وازاي تكون ناجحة معاكي من اول مرة وما تفشلش منك، وازاي تكون طرية زي بتاعة الحلواني بالظبط. هنقول ان شاء الله النهاردة مقاديرنا بالكوباية والجرام وكل التكات والتفاصيل لطريقة عمل الهريسة الناجحة المظبوطة. طبعا الهريسة من الحلويات الشرقية اللذيذة جدا. يلا نبدأ على بركة الله، نشوف المكونات والمقادير وطريقة التحضير. نقول بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. هنبدأ نشوف المكونات والمقادير. أول حاجة معايا في المكونات، معايا نص كيلو دقيق سميد أو سمولينا، أو دقيق بسبوسة. طبعا الدقيق بتاعي ده الحباية بتاعته متوسطة، مش ناعمة قوي ولا خشنة قوي. الدقيق بتاعنا ده مش منضاف عليه أي إضافات. هبدأ أضيف الإضافات بتاعتي. معايا 3 معالق كبار من جوز الهند بمقدار 20 جرام أو 25 جرام. طبعا أنا طحنته كده في الكبة الصغيرة عشان يبقى ناعم، ما يبانش معايا في الهريسة بتاعتي، بس يديني طعم جوز الهند. معايا معلقتين من الدقيق بمقدار 20 جرام، دقيق عادي جدا متعدد الأغراض. 2 جرام ملح. هضيف كمان 5 جرام بيكنج باودر، وهضيف كمان للتنكيه كيس فانيليا. كيس فانيليا بمقدار 2 جرام. لو عند حضرتك فانيليا سايلة تقدري تضيفيها. دي كده البيكنج باودر. طبعا الهريسة بيتضاف عليها بيكنج باودر، اما البسبوسة ما بنضافش عليها لا بيكنج باودر ولا دقيق. هقلب كل المكونات مع بعضها، وده الفرق بين البسبوسة والهريسة. لازم نقلب كل المكونات كويس جدا مع بعض. تعالوا بقى نعمل الكراميل بتاعنا. هنعمله بطريقة سهلة جدا وبسيطة غير المتعارف عليها، هتديني نتيجة حلوة جدا للهريسة بتاعتنا. حلة على النار، معايا كوباية كده من السكر، هبدأ اوزعها بس في الحلة. هضيف عليها كمان كوبايه الا ربع من الميه. بصوا انا هكرمل السكر النهارده بطريقه سهله جدا عشان الناس اللي ما بتعرفش تسيح السكر على النار. يبقى كده انا ضفت كمان عليها كام؟ كوبايه الا ربع من الميه. يبقى كوبايه سكر عليها كوبايه الا ربع من الميه. طبعا كوبايه الميه دي بتسيح لي السكر، وبتفضل تغلي كده لحد ما تتكرمل مع نفسها وتديني اللون الذهبي. انا سايباها تغلي اهي. طبعا هي كده تقلت معايا، وبعد ما بتتقل بتبتدي تديني اللون الذهبي اللي انت شايفاه قدامك ده. الكرمل ده يعني السكر والميه. السكر لما داب مع الميه خلالي الكرمل بتاعي ده تقيل مش خفيف. ضفت عليهم كمان كوبايه الا ربع من السمنه النباتي. تقدري طبعا تستخدمي سمنه بلدي، وتقدري تستخدمي نص المقدار سمنه، ونص المقدار سمنه نباتي، ونص المقدار سمنه بلدي. ضفت كمان كوبايه من اللبن او الحليب، وضفت رشه ملح بمقدار 1 جرام، وضفت كمان كيس فانيليا. كل المكونات هسيبها لك في صندوق الوصف. هسيبها تاخد غلوتين كده مع نفسها، وطول ما انا واقفه عماله بقلب فيها. لو حسيت ان الخليط تكتل معاكي او فصل منك ممكن تخفقيه في الخلاط. انا بصراحه الخليط جه معايا ناعم جدا، وجه معايا قوامه مظبوط، والقوام ده تقيل مش خفيف. دي اسهل طريقه ان انت تكرملي بيها السكر، او تعملي بيها كرمل بالطريقه السهله البسيطه المبسطه دي للبسبوسه، وهيديكي نتيجه حلوه جدا. طبعا خلاص هو بيرد كده. ضفت عليه بقى هنا المكونات بتاعه الهريسه الجافه اللي احنا عملناها مع بعض. انا هنا ما بقلبش ما بعجنش. انا هنا بقلب بالراحه. حضرتك ممكن تكوني شايفه الاسباتيولا بتقلب بسرعه، لكن عشان انا مسرعه المقطع، لكن هنا بنقلب بالراحه جدا. طبعا بقلب بالراحه عشان ما اخرجش ماده الجلوتين اللي في دقيق السمولينا فيعمل لي عرق وتبقى عجينه ما تبقاش هريسه. وده من نجاح اي هريسه انك انتي او بسبوسه انك انتي تقلبيها بالراحه عشان ما تعملش معانا عرق. هنزل بالخليط كله في صينيه مش مدهونه اي حاجه. دي صينيه مقاس 30. وهبدا افرد الخليط بتاعي بسمك متساوي. طبعا السمك بتاع الصينيه بتاعتي او السمك بتاع الهريسه بتاعتنا هيكون بمقدار 1.4 سنتي او 1 سنتي. معاكي بقى اي مكسرات، حابه تخليها ساده خليها، حابه تحطي عليها مكسرات، اي مكسرات عندك ضيفيها. انا بصراحه عندي شويه صغيرين كده من الفول السوداني، هبدا احطهم عليها بالشكل ده، وهضغط عليهم ضغطه بايدي عشان الفول السوداني او المكسرات بتاعتنا تلزق في وش الهريسه ما تخرجش منها حتى وانا بضيف السيرب، بالضغطه اللي انا بضغط بيها بايدي بالشكل ده. طبعا انا مولعه الفرن بتاعي على فرن ساخن مسبقا، وهخبط الصينيه بتاعتي كده خبطتين 3 كده على الرخامه عشان كلها تتساوى مع بعض.
وبعد كده هدخلها في فرن ساخن مسبقا على درجة حرارة 180 في الرف الأوسط. وأول ما أحس إنها خدت لون من الأسفل أو من قاعدة الهريسة، ببدأ أفتح عليها الشواية تاخد لون. هنبدأ نعمل مع بعض السيرب أو الشيرة أو شربات البسبوسة. كوبايتين من المية العادية جدا الفترة من الحنفية، هضيف عليهم كمان كوباية ونص من السكر. ده مقدار مظبوط جدا لصينية مقاس 30. هضيف كمان عصرة ليمونة، دي كده نص ليمونة بالشكل ده. هضيف كمان 2 جرام من الفانيليا. مش هقلب المكونات، انا هرفعها على النار. اول ما بتغلي بتبتدي كلها السكر بيسيح كده مع الميه. وزي ما انت كده شفت السيرب خد 3 غلوات كده على البوتاجاز، بعد كده طفيت عليه النار. خد قد ايه السيرب على النار؟ خد 7 دقايق، من 5 دقايق ل7 دقايق غليان. زي ما انت شايفه السيرب بتاعي ساخن، والبسبوسه لسه مخرجاها حالا من الفرن، وابتدي انزل بالسيرب على صينيه الهريسه بتاعتنا. من نجاح اي هريسه واي بسبوسه ان انت اول ما تحطي السيرب انها تشرب السيرب زي ما انت شايفه بالشكل اللي قدامك ده، بتشربه بسرعه. لو معضمه معاكي ومش ناجحه مش هتشرب السيرب. وده من نجاح الهريسه او البسبوسه اللي انت بتعمليها، انها تشرب السيرب بسرعه اول ما تحطيه. لازم نضيف السيرب ساخن، وصينيه الهريسه بتاعتنا تكون سخنه او البسبوسه بتاعتنا تكون سخنه. ده لو انت بتعملي بسبوسه. انا سبتها بردت بصراحه، يعني هم مستعجلين على اكلها، فانا خلاص هقطعها كده وهي دافيه. انا بقطع كده عشان اطلع قطعه نشوفها مع بعض. يعني هي دلوقتي دافيه، يعني لو حضرتك عايزه تقطعيها قطع متساويه سيبيها تبرد تماما، ودخليها كمان شويه التلاجة تاخد كده سنه بروده صغيره، هتتماسك كلها معاكي. خلاص، يعني انا سويت بس المربع اللي انا كنت مقطعاه. زي ما انت كده شايفه شكل الهريسه بتاعتنا ما شاء الله تبارك الله، لان مقاديرها كلها مظبوطه. المقادير المواد الجافه مظبوطه، مقادير السيرم مظبوط، مقادير الكرمل مظبوط. ما شاء الله. شايفه جميله ازاي وطريه ومرمله. طبعا في ناس من عشاق الهريسه ان هم ياكلوها وهي دافيه، وفي ناس يحبوا يسيبوها لما تبرد خالص. ده بقى على حسب ما حضرتك حابه تقدميها. ما شاء الله طريه جدا ومرمله، ومفيش بعد كده. وده شكل الهريسه بتاعتنا. ايه رأيكم؟ طبعا لو حضرتك وصلتي معايا لحد هنا في المقطع ده، قوليلي بتتابعيني من اي بلد، وايه رأيك في الهريسة اللي انا عملتها، وايه رأيك في الفيديو. ولو عجبك الفيديو ما تنسينيش طبعا في اللايك والشير والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس. دعمكم شرف كبير ليا. طبعا لو انت حضرتك بتطلعي مشاريع اونلاين، لازم عشان تطلعيها مشروع اونلاين لازم تسيبيها شوية تدخل التلاجة تبرد، علشان خاطر تقدري ان انت تقطعيها قطع زي بتاعه المحلات بالظبط. هي ما بتتقطعش قطع الا لما بتكون قطع متماسكه، الا لما بتكون بارده تماما، واخده درجه بروده شويه صغيره كده من التلاجة. بتحطيها بعد كده في ورق كب كيك، بتفرديه وبتحطي فيه القطع بتاعتك، وتحطيها في اي صينيه. صينيه من اللي هم البلاستيك اللي هم بيتباعوا في المحلات اللي احنا بنشتريها يعني بنشتريها، بيكون محطوط عليها البسبوسه، او الاوراق الكرتونيه المدوره اللي هي قاعده الحلويات. بتلف فيها باكياس تغليف وبتبيعيها لو انت بتبيعي بقى مشروع اونلاين. ودي شكل الهريسه بتاعتنا. ما شاء الله ولا قوه الا بالله، تحفه. ما شاء الله. وبكده اكون انتهيت من الفيديو. استودعتكم الله الذي لا تضيع ودائعه في حفظ الله.